الحكاية بتبدأ في مدينة سول في كوريا. في يوم عادي مجموعة قاعدة في كافيه بتتفرج على واحد اسمه جونج. جونج بيبتدي يقول ان في تنبؤات بتحصل، ملاك بيظهر وبيقول للناس هتموتوا امتى، وفي مجموعة من الجلادين هتيجي هتحقق النبوءة دي. وبيبتدي كمان انه يعرض فيديو للنبوءات اللي اتحققت قبل كده، والناس طبعا مش مصدقاه. لكننا هتلاحظ ان في واحد قاعد في الكافيه متوتر جدا وعمال يبص في موبايله. النهاردة 10 نوفمبر ومستني الساعة تيجي 1:03. التوتر بيزيد عليه، الساعة فعلا بتيجي 1:03. بيبتدي ان هو يعيط. فجأة هنحس ان في زلزال في المكان، الناس كلها مش عارفة ايه اللي بيحصل. بتظهر الجلادين وبيجوا للراجل ده واللي كان عنده نبوة ان هو هيموت، وبيبتدوا ان هم يضربوه. لكن هو في اخر لحظة حاول ان هو يهرب منهم، وفعلا بيخرج من الكافيه وبيجري باقصى سرعة، والجلادين بتخرج وراه وبيجروا وراه عشان يلحقوه. وبيحاول يسرع من جريته علشان يستخبى منهم، لكنه اتفاجئ ان في واحد من الجلادين بقى موجود قدامه، فهيضطر ان هو يدخل تحت العربية اللي موجودة جنبه عشان يبعد عنهم. لكن الجلادين هتسحبه وهتخرجه من العربية وهيبتدوا ان هم يعذبوه ويجلدوه. وفي النهاية الجلادين هيبتدوا ان هم يفحموا الراجل ده عشان يتحول لفحم، والجلادين بترجع لبوابة الجحيم، والراجل كده بيبقى راح للجحيم وتحول لفحم تماما. هنيجي لمكتب التحقيقات اللي مجتمعين عشان يحققوا في القضية، وبيجي المحقق جين وبيحضر معاهم. وهيبتدوا في المكتب يقولوا معلومات عن القتيل، معلومات عن سنه ان هو مطلق وعنده طفلين، وهيبتدوا يشوفوا المخلوقات اللي كانت بتجلده وبتعذبه وخدته للجحيم. هيبتدي هنا رئيس التحقيقات يدي المهام عليهم ويوزع المهام، وهيبتدي ان هو يختار المحقق جين عشان يوصل لمجموعة الحقيقة الجديدة، المجموعة الدينية. المحقق جين والمحقق ايوه هيبتدوا يروحوا للمكان اللي عارفين ان الحقيقة الجديدة بيكونوا موجودين فيه، وفعلا بيوصلوا للمكان ما شافوش اي اثار موجودة للمخلوقات دي، مفيش غير الدم. وشافوا مكان الحقيقة الجديدة وهم مجتمعين وراحوا بيقربوا منهم، هيلاقوا ان الرئيس بتاعهم جونج واقف بيشرح لهم ايه اللي بيحصل وليه الجلادين دول بييجوا، وان الراجل ده كان قتل قبل كده 3 جثث موجودة عنده. طبعا دي كانت صورة قديمة لتنبؤات قديمة غير القتيل الجديد، وليه الناس بتعمل ذنوب والناس لازم تتوب لربنا. قهوتك بقى في ايدك عشان نكمل الحكاية. هنلاقي بعد كده ان المحققين بينادوا على الرئيس جونج وبيبتدوا يتكلموا معاه ويحققوا معاه ويقولوا له دي جريمة قتل. هيستغرب جدا ويقول لهم دي مش جريمة قتل، ده عقاب ربنا ومفيش اي شبهة قتل هنا. المحقق جين شاف بنته موجودة، بنته من ضمن مجموعة الحقيقة الجديدة، المجموعة الدينية المتعصبة، وهيبتدي يطلب من الرئيس انها تبعد عنه. وبيكملوا عادي التحقيق معاه وهم ماشيين، وهيبتدي الرئيس يقول لهم انا كنت يتيم ونشأت في ملجأ ايتام، ولما كملت 20 سنة قررت ان انا اروح في الصحراء لوحدي عشان اشوف حاجة غريبة. شفت الجلادين دول موجودين وبيفحموا شخصية موجودة وكمان اختفوا قدامي، فقررت من ساعتها ان انا اساعد البشرية واكتشف حقيقتهم. ومن اليوم ده بسبب الخوف ابتديت ان انا اشتغل على الموضوع ده عشان يدخل المحقق جين ويقول له الخوف مش هو اللي بيوصلنا للعبادة. فالرئيس قال له انت تقصد الارادة؟ طب ايه رأيك في اللي قتل مراتك واللي خرج عادي جدا بعد 6 سنين عشان ما تحكمش عليه عشان كان شارب وقتها؟ اقول لك على حاجة، مع السلامة. طبعا الكلام ده اثر في جين اللي بيرجع بيته وبيبحث على الانترنت عن الرئيس ده، وابتدى ان هو يجمع معلومات عن جونج كتيرة جدا، وشاف ان في محامية كمان بتحقق في الموضوع وبتحاول تربط ما بين رأس السهم والحقيقة الجديدة. المجموعتين دول المتدينين متعصبين، وافتكر ايام زمان ايام ما مراته اتقتلت، وكمان بيحاول يستعيد الذكريات وان هو قد ايه كان متأثر جدا بوفاتها. وهنلاقي بعد كده ان في حاجة غريبة بتحصل. في بنت رجعت البيت بتحاول تحتفل بعيد ميلادها مع اولادها عشان ابنها يشوف حاجة غريبة ويقول لها يا ماما انا شفت حاجة غريبة بصي هنا. هتتفاجئ ان في صورة الملاك موجودة وبيقول لها انت هتموتي بعد 5 ايام من النهاردة، والجلادين هيجولك الساعة 3 العصر، هتروح للجحيم. البنت دي خافت جدا من اللي سمعته، هنلاقي ان مجموعة راس السهم لسه بتمارس اعمال العنف قصاد اي حد بيتهموه ان عنده ذنب. المحامية خدت الراجل اللي اتعمل معاه العنف ده من مجموعة راس السهم وراحت للشرطة عشان تعمل له محضر، وهيبتدي ان هم يعملوا التحقيق معاه، وهيقول لهم ان هم هاجموني كلهم وان هم معظمهم اطفال. الاطفال دي وهم بيحققوا معاهم متعصبين جدا، وقالوا لهم العالم كله هيتغير وانتوا هتلاحظوا كده. لكن بعد كده المحامية دي بترجع شركتها شركة سودو للمحاماة عشان تلاقي هناك حاجة غريبة، تلاقي
البنت قاعدة مستنياه. المحامية دي اسمها مين. هتبتدي البنت تحكي لمين اللي حصل معاها. هتوريها فيديو عن الملاك اللي طلع لها واللي بيحذرها واللي بيقول لها انها هتموت بعد 5 ايام وان ده مرسوم. ومنظمة الحقيقة الجديدة قعدت معاها كمان وحكت لها انها فعلا بعد 5 ايام جلادين الجحيم هيجولها، وعرضوا عليها انها تعمل بث مباشر اللحظة بتاعة الذهاب للجحيم مقابل انها تاخد 3 مليار وان. هيبتدي هنا يستغربوا جدا ان الرئيس الشاب بيعرض كده، لكن رئيس التحرير قال لها مش هنخسر حاجة، هي محتاجة الفلوس عشان خاطر ولادها وفي نفس الوقت دي فرصة عشان نظهر كذب منظمة الحقيقة الجديدة. وبيبلغوا الشرطة بالموضوع، والشرطة بتحاول كمان انها تبحث في الموضوع وبتبحث حوالين الجثة اللي كانت مقتولة قبل كده واللي المادة بتاعتها مش لأي كائن حي. المحامية دي اتصلت بالمحقق جين وهتبتدي تحكي له القصة. خدوا بعضهم كلهم وراحوا للرئيس. الرئيس جونج هيبتدوا يتمشوا معاه واللي هيقول لهم الفلوس دي مش انا اللي دافعها، دي تبرعات من الاعضاء، احنا الاعضاء عندنا كتير جدا. المحقق جين والمحامية مين الاتنين مع بعض وكل الفرق بتاعتهم موجودين في بيت الست دي عشان يوقعوا العقد مع الرئيس، العقد اللي من خلاله هيدفعوا لها 3 مليار. لكن في بس هنا حصل بيقول ان في حد تاني هتجيله جلادين الجحيم. الناس كلها بتتفرج، الموضوع بقى منتشر جدا والناس كلها على علم بيه. راس السهم بيناقش الموضوع ده، في محقق دخل اتكلم معاهم، وبنت المحقق جين عملت حاجة غريبة، راحت لرئيس مجموعة الحقيقة الجديدة وقالت له ساعدني انا عايزة انتقم من اللي قتل والدتي زمان من 6 سنين. وفعلا راحوا للراجل اللي قتلها وابتدوا ان هم يراقبوه، وقال لها هو ده، واكدت فعلا ان هو ده الشخص اللي قتلها قبل كده بوحشية كبيرة جدا، وجرت عليه وكهربته وخلته يغمى عليه. وهيبتدوا ان هم ياخدوه وعروه، وهيبتدي الرئيس ان هو يحط مخدر في قماشة وهيبتدي ان هو يحاول ان هو يخدره، وفعلا هينجح في كده وهيدخلوه فرن. وبعد ما بيدخلوه الفرن بيولعوا النار فيه وهم شايفينه وهو بيتعذب، والبنت المشاعر جواها مختلفة، بتعيط وبتضحك في نفس الوقت عشان انتقمت. والشرطة بتيجي وبتعرف باللي حصل وبيشوفوا الجثة متفحمة تماما. واللي بيشوف نفس الكلام ده المحقق جين في التلفزيون، وعرف ان الراجل اللي مات هو اللي قتل مراته زمان. ورئيسه في الشغل قال له انت مالكش علاقة بالموضوع ده، قال له انا فعلا ماليش علاقة بيه، معرفش عنه اي حاجة. ونفس البث التلفزيوني عرض الموضوع وقال ان من 6 سنين كانت في ست رايحة لزوجها المحقق وواخده له اكل، والراجل ده عشان كان شارب قتلها، وده عقاب ربنا وما تستغربوش حاجة. وهنيجي عند الست اللي المفروض ان الجلادين هيجولها، بتحاول انها توصل ولادها للمطار، عايزاهم يبعدوا وعايزاهم ان هم ياخدوا الفلوس ويعيشوا مع بعض بعيدا عن البلد دي ومحدش يعرف عنها حاجة، وده كان شرطها الوحيد. وهنلاقي ان الناس متجمعة عند بيتها وكله بيطالب انها تتوب وانها كمان تموت، وبيتمنوا لها الموت عشان عرفوا ان الجلادين جايولها وان دي ارادة ربنا. وهنلاقي ان اسم الشرطة بيحاول مجموعة راس السهم انها تهجم عليه عشان يطلعوا باقي اصدقائهم منه، لكن مجموعة الشرطة قدرت انها تسيطر عليهم. هنلاقي ان البلد بقت ساكتة جدا، سكوت في كل مكان ما عدا البيت اللي المفروض الجلادين هيجوا فيه. هنلاقي ان في مجموعة غريبة لابسين اقنعة جاية عشان تحضر البث، وبيوصلوا للمكان وفي كراسي محطوطة مخصوص عشانهم، والبيت ده مهدود عشان يقدروا يشوفوا اللي بيحصل. هتقعد البنت على الكرسي وهيبتدي العد التنازلي عشان الجلادين يوصلوا. هنوصل في الاخر للرقم 0. فعلا هنلاقي ان الجلادين بيوصلوا وبيدخلوا للمكان اللي هي موجودة فيه، وهيبتدي واحد من الجلادين ان هو يمسكها ويبتدي ان هو يعذبها وبيحاول ان هو يخنقها. وهو بيعمل كده هيدخل المحقق جين على اساس ان هو يحاول يضربه بالنار، لكن النار ما بتأثرش فيه وبيضربوا واحد من الجلادين وبيبعدوا، وبيبتدوا ان هم يكملوا جلد وفحم في البنت دي لحد ما عذبوها. وبعد التعذيب ده بيبتدوا ان هم يفحموها، وبعد ما عملوا كده هيبتدوا ان هم يرجعوا لبوابة الجحيم من تاني وما يبقاش ليهم اثر. وكل ده والناس كلها بتشوف ده بس مباشر والجثة اتفحمت. وهيبتدوا الناس كلها يعملوا حاجة غريبة بعد ما المجموعة المهمة عملتها، كل الناس بتسجد وبتقول الرب تخلى عنك بالنسبة للبنت دي. هنرجع بعد كده لاسم الشرطة واللي بيرجع فيه المحقق جين، واللي بيشوف لايف بيحصل مع رئيس مجموعة الحقيقة الجديدة، وانه بقى اهم واحد في كوريا وانقذ ناس كتيرة قبل كده من حريق ومن كمان تعدي بالسلاح. وبيكملوا الكلام معاه، قال لهم ان ده من خطايا الناس والناس لازم ترجع للايمان تاني، وكل ده في المقابلة
لكن هنا كان المحقق جين بيبتدي ان هو يتفرج على فيديو للحادثة اللي حصلت، لحادثة الحريق، وابتدى يحدد نفس اللبس مع الرئيس جونج، وعرف ان هو اللي عمل كده، وهيبتدي يتحرك عشان يروح له. والرئيس كونج كان خلص الانترفيو اللي بيتعمل معاه، وهتبتدي هنا هنشوف ان المحامية مين بتبتدي انها تعمل حجز وعايزة تهرب مامتها بره البلد، وبتبتدي تقول لها يلا بسرعة انا ههربك. وكمان كان المحقق جين بيروح لبيت الرئيس، لقى ناس كتيرة موجودة بره، والمحامية مين جات لها رسالة من قس اسمه كيم، وقال لها ده اعترافات للرئيس كونج وتعالي قابليني. وبعدها هيجيلها تليفون من رئيسها في الشغل، واللي قال لها ان المكتب بتاع المحاماة شركة سودو اتدمرت تماما، وان هو خايف جدا، وبينصحها انها لازم تهرب عشان ترجع تشوف ان هنا عصابة رأس السهم جت كلهم حوالين العربية اللي فيها مامتها وبيخرجوها. مامتها سيدة كبيرة في السن، بيبتدوا ان هم يعتدوا عليها، وهي حاولت انها تنقذها واتدخلت وضربوها معاها، وضربوا الاتنين وسابوهم ومشوا. هنرجع هنا للمحقق جين اللي بيحاول ان هو يكسر الباب عشان يدخل يجيب كونج. دخل ملقاش اي حاجة موجودة، والناس بتحاول انها تخرجه بالعافية، وفعلا هينجحوا ان هم يخرجوه. ومين خدت مامتها للمستشفى واللي هي بين الحياة والموت، وجات لها رسالة من كيم اللي بيقول لها انه لازم يقابلها، واتأكدت ان مامتها ماتت وبتودعها، وبتقرر انها لازم تروح لكيم عشان تفهم ايه اللي بيحصل. وبتخرج من المستشفى، وهنلاقي ان جين هنا كمان خرج من البيت بتاع كونج، والناس كلها بتعتدي عليه وبتضربه، لكن اللي هينقذه انه جاله تليفون من الرئيس نفسه، والناس كلها هتقول كونج بيتصل، وكله هيسكت وهيقول له ادي التليفون ده للناس وجهه ناحيتهم. وبعد ما بيعمل كده بيقول لهم لازم تسيبوه، وبستأذنكم ان انتوا محدش يكلمه عشان انا عايز اقابله على انفراد. وهيقول له امشي على اللوكيشن ده. هنا هنلاقي ان كيم رايح عشان يقابل كونج، وهتلاقي كمان ان مين رايحة عشان تقابل القس كيم اللي كلمها وقال لها ان في تسجيل، وبتوصل له وبتتعرف عليه، وبتدخل للمكان اللي هو موجود فيه عشان تسمع الاعترافات. وبيبتدي فعلا ان هو يشغل لها الفايل بتاع جونج، واللي بيبتدي انه يتكلم. على الناحية التانية هنلاقي ان جين وصل للرئيس جونج فعلا. بعد ما بيوصل له هيبتدي جين يقول له انا عايز اعرف بنتي فين. هيقول له قبل ما اقول لك بنتك فين، انا من 20 سنة شفت ملاك وقال لي على نبوءة ان انا هموت بعد 20 سنة، وعشان كده انا كنت بحاول اعرف اصل الموضوع، وانا دلوقتي منتظر الجلادين يوصلوا لي، وعشت في خوف وكنت مرتبك، وكنت طول الفترة دي بحاول ادور على حالات مشابهة ليا. وكان هنا القس بيسمعها الريكورد ده، وقالت له انا عايزاه، قال لها مش هينفع عشان انا مسحته دلوقتي، وانا مستني النبوءة تتحقق. وهيبتدي هنا ان هو يعرف منه ايه الخطيئة اللي عملها. هيقول له انت بلا خطايا، انت ما عندكش اي مشاكل وعمرك ما عملت حاجة غلط. هيقول له لازم العدالة تاخد مجراها، وانا مستني اللي يحصل معايا. انا خايف من 20 سنة من ارتكاب الخطايا، وما كنتش قادر اتدخل في الخطايا اللي بتعملها الناس، وعشان كده اسست الجمعية، جمعية الحقيقة الجديدة. وهيبتدي هنا القس كيم يقول لها انا رئيس الجمعيه الجديده، وانا ابقى رئيس المنظمه، ولسوء الحظ ان انا ما باذيش حد. عشان تخرج من عنده تلاقي ان راس السهم كل الافراد بتاعتها مستنياها ويعتدوا عليها، ويبتدي يقول لها انا هبقى رئيس مختلف عن جونج، ويسيبها ويمشي. وجونج هيبتدي يقول لجين على حاجتين: اول حاجه انت ممكن تصورني وترجع البيت عادي، وبنتك يتقبض عليها. الحاجه التانيه ان انا اموت دلوقتي، ما تقولش لحد، بس هستأذنك لو هتعمل كده لازم تتخلص من الجثة بتاعتي. هما وصلوا دلوقتي، وفعلا بنلاقي ان الجلادين بيقتحموا المكان، وبيبتدوا ان هما يجلدوه ويعذبوه وبيضربوه في كل مكان موجود. كل ده وجين واقف وشايف اللي بيحصل قدام عينيه، وهما بيعذبوه، وفي الاخر بيبتدوا ان هما يفحموه ويحولوا جثته لفحم. وبعد ما بيعملوا كده بيسيبوا المكان وبيرجعوا لبوابة الجحيم مرة تانية، وهنلاقي ان جثته اتفحمت تماما. كل ده جين شايفه، وبيقرر بعدها انه يرجع بيته، وبياخد بنته في حضنه عشان هو قرر انه ما يقولش لحد خوفا عليها ان حد يعتقلها. وهنرجع لمين اللي هنلاقيها انها بقت ميتة ورمينها في حفرة بعد ما اعتدوا عليها من مجموعة راس السهم. وهنلاقي ان كل الناس في الشوارع بقت مهووسة بمنظمة الحقيقة الجديدة. يلا نكمل حكايتنا مع الجزء التاني، نفس القهوة في نفس الإيد، ويلا بينا. هنلاقي إن منظمة الحقيقة الجديدة كبرت جدا في الدولة،
وابتدت انها تسيطر على كل حاجة وعملت متحف. وهنلاقي كمان ان الجلادين حتى الناس اللي انتحرت ولو كان عليهم اي ذنب بيرجعوهم وبيعذبوهم قدام الناس كلها عشان الناس تبتدي تشوف. وهنلاقي كمان ان الناس ابتدت تعترف بذنوبها وابتدت انها تقر باي ذنب عملته. وهنلاقي ان كيم بقى رئيس المنظمة الجديد. كيم اشد بكتير جدا من رئيس المنظمة اللي قبله، وعمل متحف في المكان اللي ماتت فيه بارك وحاطط كمان فيه رمز للجلادين. وهنبتدي هنا نشوف ان باي ده واحد من المنتجين اللي بتشتغل مع منظمة الحقيقة الجديدة وبينتج افلام وثائقية عنهم. معترض جدا على معظم الكلام اللي بيقولوه لانهم بيفرضوا عليه حاجات كتير جدا يقولها. وهيبتدي صديقه جو يعترض عليه لمجرد ان هو بيعترض على منظمة الحقيقة الجديدة، لكن هنا رئيسهم هيفرض عليه انه يسمع الكلام. باي بيجيله تليفون من زوجته اللي بتقوله انها في المستشفى، لكن خدوا البيبي بتاعهم ودخلوه الحضانة وانها مش قادرة تشوفه للأسف. لكن عشان باي يبتدي ان هو يشوفه وعدته انها تصور له فيديو. هنبتدي نشوف ان باي رايح لصديقه جو عشان يعتذر له على اللي حصل ما بينهم. لقى كارت مكتوب عليه شركة سودو ومنطقة صيد غريب. جو زعل وخد الكارت. وقال لها بقى نرجع لزوجته اللي بتبتدي انها تدخل للحضانة عشان تشوف ابنها، وبتدخل له فعلا وابتدت انها تبتدي تصوره. لكن اتفاجئت بحاجة غريبة، شافت ان في ملاك بيكلمه وقال له ان هو بعد 3 ايام هيروح للجحيم وهيموت. استغربت جدا، ده طفل. باي هيحاول يطمن على زوجته، هيحاول يتصل بيها اكتر من مرة ما بتردش عليه، مش عارف يوصل لها. هيجيله مكالمة غريبة من زوجة جو واللي بتبتدي تقول له انا مش عارفة اوصل له وخايفة جدا عليه لان خايفة يكون رجع للقمار تاني، وفي ناس جت طلبتني بالفلوس دي. باي هيبتدي يوعدها ان هو هيحاول يوصل له، هيفتكر الكارت اللي لقاه وان جو اتعصب لما شافه معاه، وهيقرر ان هو يروح لمنطقة الصيد دي عشان يحاول ينقذه او يطمنها عليه. وفعلا بيبتدي ان هو يتوجه بالعربية بتاعته لمنطقة الصيد، ولقى جو موجود في بحيرة، واللي اول ما بيشوف باي بيزعل جدا وبيهرب منه في البحيرة وبيحاول انه يبعد عنه. وباي بينزل له وبيقول له ان انا عايز اخرجك. قال له لازم تسيبني عشان انا جات لي نبوءة وان انا كمان مستني الموت بتاعي والجلادين جايين لي دلوقتي، بس انت لازم ما تقولش لحد. لو حد عرف ان انا من العيلة عملت اسم الحقيقة الجديدة وراس السهم مش هيسيبونا. لازم تسيبني ومنظمة سودو هتقود الموضوع وهتبعدني وهتخفي عنهم. هنلاقي هنا الجلادين ابتدوا يحضروا واللي بياخدوا جو فعلا في البحيرة وبيبتدوا يسحبوه في المية. كل ده وباي شايف اللي بيحصل. الجلادين ابتدت انها تعذبه وابتدوا كمان ان هم يقتلوه، وبعد كده بيوصلوا للمرحلة بتاعتهم انهم بيفحموه تحت المية وهيبتدوا يرموا جثته بره البحيرة عشان يشوفها باي ويستغرب جدا انه شايف جثة صديقه وصديق عمره في العمل. هتبتدي منظمة سودو بتيجي وبتسحب باي بره وبتاخد الجثة وهيقولوا له انسى اللي شفته ده وما تقولش لحد انك شفت حاجة. وشاف رئيس المنظمة دي باي فعلا هيعمل كده وهيبتدي يرجع بالعربية بتاعته وهيوصل للمستشفى عشان خاطر يطمن على زوجته وعلى ابنه. واول ما بيدخل المستشفى وبيوصل لزوجته بيلاقيها منهارة، فبتديله الموبايل بتاعها واللي عليه فيديو كانت مسجلاه. بيبتدي يشوف الفيديو، شاف ان الملاك بيحذر ابنه وبيوجه له الرسالة بتاعة النبوة وانه خلال 3 ايام هيموت. باي استغرب ازاي طفل صغير يتعامل معاه كده. هتبتدي بقى منظمة الحقيقة الجديدة مع يوجي راحوا للمكان اللي حصل فيه الحادثة واللي شكوا فيه، ولقوا كمان الكارت اللي مكتوب عليه سودو، فشكوا جدا ان في هنا حاجة كانت غريبة وان الجلادين كانوا موجودين. باي هيبتدي يبحث عن سودو على الانترنت عشان يجمع معلومات عنهم، وفي نفس الوقت في واحد تاني قال انا جات لي النبوة وان انا هموت. هتروح لمنظمة الحقيقة الجديدة وتقول له ان احنا هنعمل بث مباشر، ولقوا برضو عنده الكارت بتاع سودو. يوجي هيشك في الموضوع وهيبتدي يروح لمنظمة الحقيقة الجديدة ويقول في حاجة غريبة، واللي كانت بتعرض بث مباشر للراجل اللي قال ان انا الجلادين هيجيلي. طبعا الممولين قاعدين وشايفين كل حاجة بتحصل، وبيبتدي كيم يعاقبه وهنلاقي الجلادين بيدخلوا عليه وبيبتدوا ان هم يجلدوه كالعادة، وبعدها بيتم تفحيمه وحاول يهرب منهم لكنهم مسكوه. وهيبتدوا ان هم بعد تعذيب كتير جدا يبتدوا بعملية التفحيم. يوجي هنا كان طلب من كيم رئيس المنظمة لازم يعمل اجتماع عاجل، لكن قال له احنا لازم نخلص البث الاول. وفعلا الجلادين بتبتدي ترجع لبوابة الجحيم تاني، وباي هنا راح للمكان اللي فيه سودو الجامعة عشان يقابل رئيسهم. وبمجرد ما بيوصل هناك بيبتدوا ان هم يدخلوه غصب عنه في غرفة مظلمة. بعد كده بيتفاجئ ان في ناس كتيرة موجودة جواها، وهيبتدي يتقابل مع الرئيس بتاعهم ويقول له انا قلت لك تنسى. هنلاقي ان يوجي عمل الاجتماع مع كيم واللي ابتدى يشوف اعترافات من الراجل اللي تم اهلاكه،
واللي ابتدى يقول لهم ان في منظمه اسمها سودو قالت لي احنا ممكن نخفيك، والموضوع ملوش علاقه بالاسام، ودي ظاهره محدش عارف ايه هي، وان المحاميه مين لسه عايشه. كيم هيتعصب جدا لان كان فاكر ان مين دي ماتت، وهو امر قبل كده انها تموت، وهيبتدي يوجه للتلاميذ بتاعته انهم لازم يلاقوها ولازم يقضوا على المنظمه دي، لان دي خيانه للبشريه وخيانه للرب على حسب كلامه. هيبتدي يوجي يقول احنا لازم نشتغل من تحت القانون، وهندخل جماعة رأس السهم معانا، وهنلاقي ان الرئيس منظمة سودو كان بيتكلم مع باي وهيحاول يقنعه بالموضوع، وهو انهم بيخفوا الجثث اللي بيتم اهلاكها. لكن هنا باي هيوديله الفيديو ان ابنه جات له نبوءة، واللي هيستغرب جدا رئيس المنظمة دي، وهيأكد صحة كلامهم ان الموضوع ملوش علاقة بالذنوب والآثام، وان دي ظاهرة غير طبيعية. هتدخل محامية مين عليهم، وهيبتدوا ان هم يعرفوا ان هي الرئيس الحقيقي للمنظمة، واللي هتحاول تقنعه ان هم يعملوا بث مباشر برضه للاهلاك بتاع الطفل عشان يكسروا عقيدة منظمة الحقيقة الجديدة ويبينوا كذبهم. باي طبعا هيقول لهم الفرق بينكم وبينهم، لكن رئيس المنظمة قالت له لو مش عايز كمل في افلامك معاهم عادي جدا وخليهم يضحكوا على الناس، وانت اثبتت لي ان هم بيضحكوا على الناس. هنا هنلاقي ان يوجي بيبتدي يراقبهم، وهنلاقي ان رئيس المنظمه افتكر بنته زمان اللي ما كانش عندها اي ذنوب برضه، وشافت ملاك في العربيه ان خلال 30 ثانيه هتموت، والجلادين كانوا بيجروا وراه، وبعد ما خبطهم بالعربيه وحاول ان هو يهرب منهم، ابتدوا كمان ان هم يسحبوها من العربيه وجلدوها قدام عينه وتم تفحيمها. باي بيرجع لزوجته، هنلاقي ان رئيس المنظمه دي بيبتدي اغتياله من راس السهم. جماعه راس السهم بتعتدي عليه وبتكسر العربية بتاعته، وكمان بيدخلوه فرن عشان خاطر يحرقوه بعد تعذيبه الأول هو والنائب بتاعه. أي حد هيواجه منظمة الحقيقة الجديدة أو راس السهم ده هيكون عقابه، وفعلا دخلوه الفرن وابتدوا إن هما يحرقوه. ومش بس كده، علقوا الجثث بتاعته وقدروا يوصلوا عن طريق GPS للمكان اللي فيه من، لكنها شافتهم وهتقرر انها تحاول الهروب منهم، وفعلا بتهرب منهم، ودخلوا ملقوش حد في المكان، وقدرت انها تهرب بعد محاولات كتيرة جدا عشان تظهر الحقيقة، والناس كلها شافت رئيس منظمة سودو والنائب بتاعه وهما مقتولين. وباي شاف الكلام ده بيتذاع قدامه في التلفزيون عشان يكلم زوجته وحاول يطمن عليها، لكنها كانت متعمدة انها ما تردش عليه، وحاول يتصل بيها اكتر من مرة ومع ذلك برضه ما ردتش عليه. هنلاقيها انها راحت منظمة الحقيقة الجديدة، فيحاول يكتب لها رسائل عشان يعرف مكانها فين عشان ترد عليه انها موجودة في منظمة الحقيقة الجديدة عشان يبتدوا يعرفوا اي معلومة عن الطفل، والطفل ده ما عندوش ذنوب. طبعا باي عارف ان زوجته في خطر وهيحاول يعمل اي حاجة. زوجته كانت قاعدة مع يوجي وورته الموبايل، باي هنا بيكلم مان عشان ينقذوا زوجته، وهما الاتنين هيبتدوا يتحركوا عشان يروحوا منظمة الحقيقة الجديدة. هنا يوجي ابتدى يشوف الطفل وقال ازاي ده بعد 3 ايام هيحصل معاه كده، انا لازم اعرض الامر ده على الرؤساء لان الموضوع اكبر مني. وفعلا عملوا اجتماع وابتدوا يشوفوا الفيديو، وشافوا ان الطفل شاف الملاك وبينبهوا بالهلاك بعد ال3 ايام وان الجلادين هيجولوا. وابتدى هنا كيم والمجموعه بتاعته تخاف ان الحقيقه الجديده هتتفضح قدام الناس كلها، وقال لهم لازم نفصل الام عن الابن. هيبتدي هنا باي وياخد من ويحاولوا يوصلوا لهم، بس عشان يقدروا يدخلوا لمنظمة الحقيقة الجديدة من وسط الأمن ده كله، واحد منهم هيتصرف تصرف ذكي ويقول إن أنا جات لي نبوءة وإن الهلاك هيجيلي دلوقتي حالا. كل ده بيحاول يلفت الأنظار ليه عشان من وباي يقدروا يوصلوا لزوجته، وفعلا بيوصلوا لهم وبتحصل معركة كبيرة ما بينهم وما بين رجال منظمة الحقيقة الجديدة. كل ده عشان يحاول ياخد زوجته وياخد الطفل، وبيقدر إن هو يعمل كده وبيطلبوا لهم الامن، لكن من بتهرب بيهم بالعربيه وبتخرج بعيده عن منظمه الحقيقه الجديده. وكان رئيس المنظمه بيعنف الموظفين بتوعه وبيضرب فيهم كمان، وقال احنا كده خلاص اتفضحنا، الهلاك هيجي بكره والجلادين هيجوا بكره، لازم نكلم جماعه راس السهم نخليهم يتعاونوا معانا. واحد منهم هيبتدي يقول لباي انا اعرف واحد اسمه لي جات له نبوءه وده الوحيد اللي نقدر نستخبى عنه. ووصلوا لي ده اصلا من منظمه راس السهم وبيشتغل معاهم، وكان هو اللي بيطلع لايف كتير جدا بالقناع، وهيبتدي يقول لهم انا جالي الهلاك والهلاك بتاعي هيبقى بعد الطفل ب5 دقايق، انا ما عملتش اي اخطاء والطفل ده بيثبت لي ان انا فعلا ما عملتش اي اخطاء. من قالت له انا عايزه اطلع لايف للناس، قال لها المعدات كلها موجوده وهنشوف ان القناع بتاعه موجود. بتطلع من للناس وتقول لهم انا المحاميه السابقه من في شركه سودو، والطفل ده جات له النبوءه، الطفل ده ما عملش اي اخطاء.
وقالت انها هتذيع بث مباشر للهلاك بتاع الطفل لحظة الجلادين ما هيجوله. منظمة الحقيقة الجديدة كانت بتشوف ده، وطبعا اتأثروا بفشلهم. هنلاقي ان ليه خرج من البيت وبيعمل حاجة غريبة بعد ما بيفتكر ايامه مع راس السهم والنصايح اللي كان بيقولها للناس والنبوة اللي جات له كمان. بيفكر في نفسه واتصل بكيم، ابتدى يقول له ان مين موجودة عنده، الطفل كمان موجودة عنده، وان هو عايز يتكلم معاهم، وان هو كان تابع مخلص جدا للحقيقة الجديدة، وان هلاكه هيبقى بعد هلاك الطفل ب5 دقايق بس. كيم هيبتدي يضحك عليه ويقول له دي رسالة من الرب ليك انت الشخص المختار، وانك لازم تمنع بس الطفل عشان خاطر الناس ما تبتديش تروح في فوضى وايمانها يقل. ليه هيرمي الموبايل بتاعه بعيد عشان يوصلوا له، لكن بعد ما هو يكون عمل كل حاجة عايز ياخد البطولة لوحده. كيم هيوجه الرجالة بتاعته كلها ان يكلموا الشرطة ويكلموا راس السهم عشان يقدروا يوصلوا لهم. باي بيرجع لزوجته، بيلاقي ان المجموعة بتاعت مين مقتولة، وعرف ان اللي قتلهم هو ليه ولابس القناع. وهيبتدي يروح لباي ويقول له انا المختار وانا اللي همنع انتشار الفوضى، وهقتلك وهقتل من وهقتل كمان ام الطفل. وبعد ما الطفل بيتم هلاكه هخفي جثته قبل ال5 دقايق بتاعتي ما تخلص عشان الناس تكون عارفة ان انا اللي تم هلاكي، ويبقى بكده الناس هتفضل مؤمنة ومش هتعمل اخطاء. وبيحاول يقتل باي واللي بيجري منه، لكن بيلحقوا ليه واللي بيغمى عليه بعد ما زقه، وبيطلع للأوضة اللي فيها الطفل وأمه، وبيحاول فعلا ان هو يموته، لكن من وبمساعدة مامة الطفل هيقدروا ان هم يضربوه. مامة الطفل بتهرب بالطفل وتتفاجئ ان كل هي واقفة وسطيهم تقول لهم الطفل ده ما عملش اي ذنب عشان يجيله الجلادين هيجوله دلوقتي حالا. وكان في بث مباشر على النت بتشوفوا مجموعة الحقيقة الجديدة، وهنلاقي ان الجلادين فعلا قدروا يوصلوا للطفل. وقبل ما يهجموا عليه مامة الطفل اتدخلت في اخر لحظة وخدته وبعدته عنهم، وكمان باباه بيحاول يتدخل عشان يبعدوا عنهم، والاتنين بيقرروا ان هما يحضنوا بعض ويحاولوا ينقذوا ابنهم. لكن الجلادين بيتجمعوا عليهم بعد ما حضنوا بعض وبيبتدوا ان هم يفحموهم، ومين شايفة ده والناس كلها شايفاهم وهم بيفحموه. وبعد كده الجلادين بيرجعوا للبوابة بتاعتهم، ولكن الناس هتتفاجئ ان هيسمعوا صوت طفل. الطفل لسه عايش واللي تم تفحيمهم هو الاب والام. ليه شاف ده وقرر ان هو يتدخل، بيرفع السكينة بتاعته قبل ما يقتل الطفل. مين بتتدخل وبتبعده عنه عشان نلاقي ان الجلادين رجعوا تاني من البوابة عشان ياخدوا ليه ويبتدوا ان هم يفحموه. ومين بتشوف كده والناس كلها كمان بتشوف نفس الموضوع. وبعد ما بيتم تفحيمه وبيرجعوا للمكان اللي جم منه، هنلاقي ان مين بتروح للطفل وبتاخده من باباه ومامته اللي خلاص اتفحموا. لقيته عايش والناس كلها بتحاول انها تساعدها. هنلاقي ان مجموعة الحقيقة الجديدة وصلت وبتحاول ان هم يوصلوا لها، لكن الناس وقفت ما بينهم. وفي راجل عجوز اتحدى يوجي، بعد ما اعتدى عليه يوجي هنلاقي ان الشرطة كمان ابتدت انها تعتقله وقالت له بتهمة الاعتداء على راجل عجوز، وابتدوا ان هم ياخدوه وعرفوا حقيقة كذبهم. من قدرت انها تهرب بالطفل وخرجت بيه من البيت وركبت تاكسي. ودي بتبقى نهاية حكايتنا، نهاية المسلسل ونهاية الحكاية. لكن في نهاية مفتوحة، هنتفاجئ ان المتحف اللي فيه بارك بتحصل حاجة غريبة. بارك بترجع تاني للحياة، الرماد بتاعها بيبتدي يتجمع، وهنلاقيها انها رجعت تاني للحياة.